ما هو ده الجديد، ده الجديد منه، ما انتوا هتجيبوا لي شلل. بما ان تانية بكالوريا لها حضور شرط 80%، وكمان لهم تقييمات شرط 50%، وشرط انك تحقق الكلام ده عشان تحضر امتحانات تانية بكالوريا. هل الكلام ده ينطبق على كمان المنازل ولا لا؟ وده اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. بس لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وضروري جدا تعمل اشتراك في القناة، لان الفيديوهات اللي جاية تكون مهمة جدا لتانية بكالوريا. وزي ما قلت لك ده الجديد، ازاي تشيل مدرس في 3 دقايق. تمام، ازاي تشيله كده وتجيب له الشلل في 3 دقايق. انا شفت السؤال ده كتير في التعليقات. الحجم يا مستر، طب احنا منازل لازم نحضر، احنا منازل لنا تقييمات. يا ابني انت هتشلني؟ لا، ما انت لو هتشلني قول، يعني انت عايز تشلني قول. تمام، يا ريت واحد بس اللي سأل السؤال ده كتير. يا ابني انت منازل، انت من امتى ليك حضور اصلا؟ انت من امتى ليك تقييمات اصلا؟ تمام، يعني انت مثلا لما كنت في اولى كان ليك حضور؟ ما كانش ليك حضور. كان ليك تقييمات؟ ما كانش ليك تقييمات. هتقول لي لا يا مستر، ما التانية الموضوع مختلف، وفي شرط حضور 80% وشرط تقييمات 50%. يا ابني ما موجود في اولى برضه، ما في اولى برضه الشرط ده موجود، بس الانتظام. انت منازل مالكش حضور يا حبيبي، والله ماليك. تمام، اي قرارات بتطلع في الدنيا واي حاجه بتطلع في الدنيا بتكون انتظام، انت مالكش دعوه. انت اعتبر نفسك كده بتروح تجد واجب ايام الامتحانات وتروح بس. تمام، فما تخليش عقلك ده يوديك ويجيبك. انت راجل كده مع نفسك في حالك، محدش له دعوه بيك، كده تروح ايام الامتحانات وخلاص. تمام، هو ايه اللي بيفرق طالب انتظام عن طالب منازل؟ ان طالب منازل يعتبر ايه؟ بيقدم عشان يمتحن فقط. انت بتقدم عشان تمتحن بس، مالكش اي حاجة عند الوزارة. تمام، ولا الوزارة كمان لها عندك حاجة، ولا بتطلع لك قرارات ولا حوارات ولا اي حاجة. تمام، انت طالب بتدفع فلوس عشان تمتحن فقط ليس الا. انما طالب انتظام ده طالب مقيد بالمدرسة. في بقى اعمال سنة، مفيش اعمال سنة يمين شمال تحت فوق، اسمه موجود مقيد في المدرسة لازم يحضر، وهو ده اللي بيطلع له كل القرارات. تمام، فهمت الحتة دي؟ يعني انت كطالب تانية بكالوريا منازل مالكش دعوة بالتقييمات نهائي، نهائي مالكش دعوة بيها. تمام، انت كمان كطالب منازل مالكش دعوة بالحضور نهائي، نهائي مالكش دعوه بالحضور. تمام، يا ريت تفهم الحته دي. المفروض انت داخل تانية، يعني اللي هو ايه، اتعلمت في اولى وفهمت الدنيا، لكن لسه بنفس تفكيرك وداخل لي تانية. وده كلام برضه، هو ده ينفع؟ انتوا عارفين طالب بانتظام او طالب العام لو ما حضرش ايه اللي بيحصل؟ بيتعاقب. عباره عن العقاب ده ان هم بيحولوه منازل. تمام، يعني بص، طالب انتظام يروح المدرسة قانونيا، يروح المدرسة. طب ما راحش المدرسة، اسمه بيتشال من القائمة. تمام، وبيحولوه طالب منازل. فهمت الحتة دي؟ كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب بلاش الأسئلة دي. انتوا كبرتوا دلوقتي، طلاب في تانية بكالوريا، يعني طلاب شهادة قد الدنيا. خلي تفكيرهم عاجل كده والدنيا تمشي معاكم تمام ان شاء الله خلال السنة دي. والسؤال اللي شالنا اكتر قال لي يا مستر كده، طب احنا طلاب المنازل لنا تحسينات مره واثنين وثلاثه واربعه. يا ابني ما تجيبليش شلل يا ابني، ما انت طالب ثانوي وبكالوريا بعينك. تمام، يعني عشان خاطر بلاش الاسئله دي، بلاش يعني. انت طالب زي اي طالب عادي، ليك كل حاجه، ليك كل المميزات. تمام، الا موضوع الحضور والتقييمات، ودي اصلا مش ميزه، ده عيب. انت ولا حد ليه خلق يروح المدرسه؟ حد ليه خلق يضيع نص اليوم في المدرسة؟ حد ليه خلق يضيع نص اليوم في التقييمات؟ ده لو الموضوع ده اتطبق فعلا حضور وتقييمات، طلاب انتظام كلهم مش هيعدوا ال50%، وطلاب المنازل هم اللي هيعدوا ال90%، لأن هم الطلاب الوحيدة اللي ليهم وقت إن هم يذاكروا فعلا ويذاكروا كويس ويكون عندهم وقت كبير. لكن طلاب المنازل ما عندهمش وقت عين حضور وتقييمات، انا هيذاكر امتى؟ ده مش هيعدي ال50%. تمام، كده الفيديو بتاعك خلص، ولو حد عنده سؤال تاني استنى في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.